وأرحب بالضيوف الجولة من شقيقة تونس أستاذ مختلف العوامل التي تجعل من تراثنا الحضاري مصدر جذب مستدام واستكشاف أفضل سبل لتثمينه فريدا يعكس تنوع هوياتنا وروعة تاريخنا المشترك إذ يجسد التفاعل المستمر بين مختلف s'inscrit dans le programme des manifestations. Ils aborderont des thématiques très variées. يعني نظمناه في الشراكة بين كلية علوم الأرض والجغرافيا وتهيئة الإقليم والشكر موصول لجميع المشاركين والمتدخلين والخبراء الذين Les membres du conseil du comité scientifique qui ont accepté de débattre, de participer, de faculté du directeur d'institut. Il est essentiel d'aborder cette dynamique de formation qui interpelle chacun de nous, chercheurs ou responsables, de spécialiser le réseau de chercheurs. Mesdames et messieurs, un symposium international dédié au tourisme, au patrimoine. Merci à toutes et à tous. C'est un lieu incontournable pour le circuit. Il joue un rôle important dans cette attractivité touristique de Grand Tunis et même donc pour toute la Tunisie, pour ceux qui bien sûr passent un séjour. بيطات بالقاسم عميد كلية علوم الأرض الجغرافية والتهيئة العمرانية. نظمنا اليوم وخلال اليومين هذو ملتقى دولي حول السياحة والتراث بالشراكة مع مركز البحث في التهيئة الإقليم. هذا منظم اليومي 11 و 12 نوفمبر 2024 بكلية علوم الأرض. عندنا 50 مشارك من 18 جامعة جزائرية ومراكز بحث، وعندنا 6 مشاركين أجانب من تونس، من إيطاليا، من البرتغال، من بولندا ومن فرنسا. محاور البحث هما 4 محاور رئيسية. أهم محور هو كيف نحافظ على التراث الحضاري في الجزائر. نهزو التجارب تاع البحر الابيض المتوسط باسكو اون لو ميم استوار. دونك عندنا تونس، عندنا ايطاليا، دول وين مشات بزاف في المحافظه على التراث اللي عنده تاريخ، دونك يربط الاجيال هذه بالتاريخ تاعها. استاذ باحث من جامعه صفاقس بتونس، مختص في جغرافيا السياحه، دونك الجيوغرافي دو توريزم. Donc je travaille sur les questions du patrimoine معناها التراث وتثمين التراث في تونس بالطبيعة. والمداخلة نتاعي كونسيرنون الكولوج الملتقى في الجزائر دونك حول المدينة العتيقة بتونس العاصمة، كيفية تثمين المدينة العتيقة في تونس، تثمين التراث وعملية توسكي فالوريزاسيون توريستيك de la Médina. والمهم يعني لا ديمارش التمشي المتبع من جميع الاطراف المتداخله في عمليه في هذه العمليه، معناها عمليه تثمين التراث، خاصه الاطراف المحليه كما الجمعيات التي تختص معناها بالمحافظه على التراث اللي لعبوا دور كبير في عمليه التثمين والترويج بتراث المدينه العتيقه بتونس، وعمليه فتح المدينه العتيقه في تونس العاصمه اليوم للسياحه اللي ولات معناها قطب سياحي تستقطب عدد هام من السياح الاجانب حتى يعني السياح التوانسه بصفه عامه. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Je suis un chercheur algérien, donc je suis maître de conférence à l'université d'Orléans. Donc je viens à Constantine pour présenter un travail sur les nouvelles technologies pour valorisation du patrimoine touristique en Algérie de mon pays. Donc je suis algérien et j'aime beaucoup mon pays. Donc je vais travailler tout ce qui est système d'information, géomatique, télédétection par rapport au patrimoine. Les recommandations concernant pour valorisation du patrimoine en Algérie, la première des choses c'est la sécurité. Deuxièmement, c'est l'infrastructure de transport. Troisièmement, il faut valoriser tout ce qui est patrimoine. Quatrièmement, et le plus important, c'est la création des données. La création des données parce que sans données, on ne peut rien faire. Voilà mes recommandations que je peux vous donner
par rapport pour le développement du tourisme en Algérie. Et s'il y a une recommandation aussi, il faut suivre le modèle turc. Voilà, voilà c'est les recommandations que je peux vous donner. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أستاذ أبو جمال لميا رئيس الملتقى الدولي للسياحة والتراث بعنوان عوامل الجذب السياحي وسبل تثمين التراث الحضري المتوسطي. من بين النتائج ومخرجات هذا الملتقى هو يجب الاعتراف أولا بالقيمة التاريخية والحضارية للموروث الحضري كهوية اجتماعية، الأخذ بعين الاعتبار بحساسية هذا التراث تجاه مختلف العوامل من أخطار طبيعية كالفيضانات، الزلازل، العوامل التعرية، وأيضا من الإهمال والتشويه والتعمير المتسارع وغيرها التي تواجهه. لذا يجب تطوير مختلف استراتيجيات وأدوات للحماية والمحافظة على التراث، كما هو معمول بأدوات PPS MVSS وهي أدوات للمحافظة والتثمين السياحي للمواقع التاريخية التي يتم تصنيفها كقطاعات محفوظة. وأخيرا يجب اعتماد نظم المعلومات الجغرافية لتجسيد هذه الاستراتيجية وحماية هذا التراث من خلال عمليات الرقمنة لمختلف المواقع التراثية الموجودة في المستوى الوطني، ووضع زيارات افتراضية لمختلف هذه المواقع لتمكن السياح أو تمكن المواطنين من معرفة هذه المناطق كأداة لتسويق هذا المنتوج السياحي. نعرف